الحمد لله رب العالمين. الحمد لله بقدرته خلق المشرقين وبعظمته خلق المغربين، فهو رافع الثقلين وباسط الكفين، استوى على العرش والكرسي موضع القدمين، سبحانه وتعالى لا يسأل بالكيف ولا بالأين، لأنه الإله فوق الأين. سل البقرة وسل آل عمران وسل الزهروين، سل الإخلاص وسل الفلق وسل الناس وسل المعوذتين، وسل النساء عن الربع والثلث والثلثين، وسل الأعراف عن موسى لما ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عين، وسل سورة الكهف عن ذي القرنين، وسل ذي القرنين عن السدين، وسل الخضر عن غلام كان أبواه مؤمنين، وسل سورة طه عن المعجزتين، وسل سورة النمل عن بلقيس لما كشفت الساقين، وسل سورة التوبة عن الصديق رجل المواقف ثانية 2، وسل سورة يوسف عن السجينين، وسل سورة الحج عن السجدتين، وسل سورة الرحمن عن الجنتين، وسل سورة التحريم عن امرأتين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، وسل أسماء البتول التي لم يقع عليها دم الحيض ذو النطاقين، وسل عثمان الذي كانت تستحي منه الملائكة ذو النورين، سل حضرة الحبيب محمد عن يوم بدر وحنين الذي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسر الأمرين، سل حضرة الحبيب محمد الذي ربط من الجوع على بطنه حجرين فأشار بإصبعيه إلى القمر فانقسم القمر إلى نصفين، لأنه نبي الحرمين وإمام القبلتين وشفيع من في الدارين وصاحب الطلعتين وإمام النزلتين، النبي أزج الحاجبين، النبي أدعج العينين، النبي صاحب مقام ثاني 2، النبي صاحب الجمعة والعينين، نبي مقاتل الكفار في يوم حنين، النبي عظيم النسمتين، النبي جد الحسنين، سيدنا الإمام الحسن وسيدنا الإمام الحسين. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، يتواصل العطاء واللقاء ليلة تكريم الراحل الكريم رحمة الله عليه فقيد عموم عائلات آل الفرجاني جميعا، الرجل الصالح والمربي الفاضل رحمة الله عليه المرحوم الحاج عوض عباس الفرجاني الذي صعدت روحه الطاهرة إلى عنان السماء في مقعد صدق عند مليك مقتدر في خير أيام عند الله تبارك وتعالى يوم الجمعة، وهذا إن دل فإنه يدل على حسن الخاتمة. الله أسأل أن يمن كتابه وأن ييسر الآن حسابه وأن يغفر لنا وله ولجميع موتانا وموتى المسلمين أجمعين. شركة منا للأسرة الكريمة والعائلة الكريمة
والد أشقائنا الأعلام الحاج إبراهيم عوض عباس الفرجاني، كذلك الكابتن عاطف عوض عباس بالقوات المسلحة المصرية، والأسطى بكر عوض عباس، والأستاذ محمد عوض عباس، والأستاذ عبد الله عوض عباس، شقيق المرحوم الحاج يسري عباس، حاج بكر عباس، حاج محمد عباس، وعم الأستاذ السيد يسري والكابتن عبد الناصر يسري، يتقدمون فردا فردا إلى كل من واساهم وقدم لهم واجب العزاء. أدعو العلم القرآني الكبير قدموا على الدولة التلاوة بجمهورية مصر العربية، الآذان له سامعة والعيون من صوته العذب دامعة، وهو الذي تعلم في الجامعة، فخر شباب محافظة الدقهلية، بل فخر مصر على العالم الإسلامي والعربي. زع صيته عبر قناة بيانات العراقية وعبر القنوات الفضائية بجمهورية مصر العربية فضيلة القارئ والعلم محمد الدمرداش. أدعوه الآن إلى منصة التلاوة يمتعنا الآن بجمال صوته ودقة آدائه. يتفضل قارئنا مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قال معاذ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا
فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا فلما استيئسوا منه خلصوا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو
يحكم الله لي وهو خير يحكم الله لي وهو خير فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما شهدنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال من سولت لكم أنفسكم أمرا
فصبر جميل فصبر جميل فصبر فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم تذكر يوسف حتى تكون
قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا بلسان عربي ذاكر وقلبا لله خاشعا وشاكر. امتعنا ذلكم العلم القرآني الماهر. عشنا وإياكم من آل سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عشنا مع ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمد الدمرداش فخر شباب محافظة الدقهلية بالفخر مصر على العالم الإسلامي والعربي. القارئ والعلم المقيم بأبو كراميط مركز ومدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية. وشكرا للمؤسسة العالمية لتنظيم الحفلات الدينية والمتنقلة عبر أنحاء جمهورية مصر العربية. لكبرى أصحاب الفراشات التي شيدت وكملت على أكمل وجه تحت إدارة مؤسسة العالمي سمير غانم والمقيم بقرية وهبة مركز ومدينة السنبلاوية الدقهلية. الهندسة الصوتية الإذاعية ومحطات الديزلات العالمية الكبرى تحت إدارة العالمي رامي حمدان والمقيم بالبيضة طمي الأمدي الدقهلية. خدمة الضيافية والأعمال الفندقية المتميزة مؤسسة أبو دنيا شبرا سندي السنبلاويين.
وقناة المهندس سمير العوضي لقنوات اليوتيوب العالمية كفروك السنبلاوي، شاكرا ايضا لاصحاب المداخل الحديثة العالمية والتشريفات تحت ادارة العالمي عزة عابدين ابو داود تمي الامدين، ليلة التكريم لراحلنا الكريم رحمة الله عليه فقيد آل الفرجاني جميعا، مرحوم الحاج عوض عباس الفرجاني. باسم عموم العائلة الكريمة يتقدمون فردا فردا الى كل من واساهم وقدم لهم واجب العزاء. مسك الختام بعد صلاة العشاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.